هو احنا ليه مش قادرين نمشي حياتنا بشكل كويس؟ يعني يا ابو حميد من الاخر افعال اقل وكلام كتير على الفاضي، ويا ريت الكلام ده بيكون في محله. انت عارف يا ابو حميد كل الكلام ده بسبب اللغة، وده حقيقي والله. ديت اهم حاجة، هي اللغة اللي بتخليك تعرف تتعامل مع اللي قدامك. ساعتها بس هتلاقي الكلام قل والافعال زادت. ربنا لما خلق سيدنا آدم كان أول سلاح اتسلح بيه سيدنا آدم هو اللغة، ولحظة الانهيار بتاعت سيدنا آدم برضك تغيير اللغة. ربنا قال لسيدنا آدم والسيدة حواء لا تقربوا هذه الشجرة، نهي وتحذير. وسيدنا آدم كان عنده معرفة بالموضوع، عارف ومتأكد ان الشجرة ديت هتسبب له متاعب، ومع ذلك يا ابو حميد إبليس قرر يفسد اللغة ويغير معناها، واستبدل المعنى بإن الشجرة ديت شجرة الخلد. والطبيعي إن سيدنا آدم كان شايف ومدرك كل ده، وعارف كمان إن الجنة ديت مكان ما ينفعش حد يخرج منه. إبليس بس حرك المسألة، فالموضوع بقى اتقلب على سيدنا آدم وخرج من الجنة. تعال اما اديك مثال تاني صغير. السجاير مكتوب عليها ايه؟ السجاير مكتوب عليها تدمر الصحة وتسبب الوفاة وبتجيب سرطان وبتأثر على الجنين. بس يا ابو حميد في سبيل انك تتكيف من السيجارة ولا يفرق معاك الكلام ده، انت عارف كمية الضرر اللي فيها، بس اللي بيشرب سجاير ما بيفكرش في ده. وطبعا الفعل الملازم للإنسان ساعتها هو الاستهلاك. مع كل علبة جديدة بيحس بنشوة. بس بقى لو غيرنا المكتوب على علبة السجاير بحرام، هنا بقى بشكل طبيعي مع كل سجارة الواحد بيشربها هيفكر أنا بشرب سجاير دلوقتي، هو حرام عليا؟ هنا بقى احنا بس غيرنا معنى الكلمة اللي موجودة على العلبة. أذان الفجر بيختلف عن باقي الأذان بتاع اليوم كله بجملة بس جوه الأذان: الصلاة خير من النوم. لغة وخطاب بتعرفك قيمة التوقيت ده وإنه ما ينفعش يفوتك. عرفت يا معلم قيمة الكلمة؟ ممكن كلمة توديك في اتجاه، وممكن كلمة تانية توديك في اتجاه تاني، والمعنى بتاع الكلمة واحد. عرفتوا برضك احنا ليه مش بنشوف حياتنا كويسة؟ وعرفتوا برضك احنا مش قادرين نمشي في حياتنا كويس ليه؟ عشان الكلمة.